شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بألف خير. رمضان سعيد ومبارك عليكم يا رب العالمين. رمضاننا السنة دي مختلف، رمضاننا في رحاب القرآن الكريم، رسائل من القرآن الكريم. يلا بينا نبدأ بأول رسالة. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. الآية دي جت في سورة المؤمنون. المؤمنون اللي بيفوزوا برحمة ربنا سبحانه وتعالى وبالجنة. بدأت السورة بقد أفلح المؤمنون، يعني الفلاح والنجاح والفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى، الفوز بالجنة، الفلاح الحقيقي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الآية اللي بعدها إيه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول حاجة. تاني حاجة والذين هم عن اللغو معرضون. إيه هو اللغو ده؟ اللغو ده إني أتشغل بحياتي بأشياء مش مهمة خالص. زي إيه؟ زي السوشيال ميديا والعصر اللي احنا عايشين فيه ده. منين ما تفتح حاجة تلاقي أخبار عن الفنانين، عن الفضايح، فضيحة فلانة، فستان فلانة، دي كانت أحلى، دي كانت أوحش، دي اتجوزت، دي اتطلقت، دي حلقت شعرها، لا ده فلان ده كان بيتعاطى معرفش ايه. ونلاقي نفسنا اتسحبنا كده ودخلنا في حاجات لا هتفرق معايا في حياتي الشخصية، ولا مثلا نمت لي أفكاري في حاجة معينة، ولا زودت السكيلز بتاعتي في كارير معين أو حاجة بمشي فيها، ولا الحاجة دي فادتني مع ولادي ولا ازاي هتعامل معهم أحسن ولا أربي أفضل، ولا حتى فادتني ازاي بيتي يكون أجمل كأسرة تعيش في راحة نفسية وهدوء، ولا أي حاجة خالص. احنا بنملى حياتنا بالأخبار عن الناس، بننسى الوقت اللي هنتسأل فيه قدام ربنا. تعالى كده الناس اللي انت متحمس ليهم وعمال تدافع عنهم، ولا هي ما غلطتش، ولا شفتيه بص ليها في المكان الفلاني ازاي، ده هي متحسرة، ده انت عمالة تضيعي وقتك اهو. طب تعالي اي حد من اللي حواليك ده قولي له اديني دقيقة من عمرك. لو انت فاضلك دقيقة واحدة استشعري ده كده، وعايزة تردي حقوق، عايزة تلحقي تصلي، عايزة تستغفري، عايز تلحق ترد مظلمة، عايز عليك أي حاجة، فتفتكر كده الوقت اللي انت ضيعته في حياتك في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. ومش بس كده، ده بيخليك تبعد عن صفات المؤمنين. الحلقة دي في أول يوم رمضان ليه؟ لأن الناس بتتشغل بفلان ومسلسل الفلاني، ودي لبست، ودي كان شكلها حلو، والقصة دي كانت حلوة، ولا ده شفتي ده ممثلة مش عارفة بارعة في الحاجة الفلانية، والممثل ده مش عارفة ايه، وده جاب عربية ايه. يا جماعة الذين هم عن اللغو معرضون. أعرض يعني ايه؟ يعني فوت الحاجة دي، ما تهمنيش. أنا عايزة اللي يملى حياتي بالسعادة في الدارين، أنا عايزة حاجة تسعدني في الدنيا وفي الآخرة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طب يعني يا أستاذة نهال أنا هفضل طول النهار أقرأ قرآن يعني وأصلي؟ لو مش قادر إنك تعمل الطاعة ما تعملش المعصية. لو مش قادر تملى وقتك بالحسنات ما تملاهوش بالسيئات. انت بتملى وقتك بإيه؟ رمضانك اللي مش هيتعاد، الوقت ده اللي انت فيه التسبيح مضاعف والصلاة مضاعفة والأجر والدعوة عند الإفطار وكل الكلام ده احنا عايزين نركز. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بيتنافسوا في رمضان، انا صليت ايه، لا انا هصلي كمان التهجد، لا انا هختم القرآن كذا كذا. وفي ناس تانية في ملكوت تاني خالص في اللغو. ومش بس كده، ده هم مش مدركين ان كلامهم على الفنانين ده غيبة ونميمة. يعني هم معتقدين ان دي اخبار عامة بيتكلموا عنها عادي، زي مثلا ما بنقول الجو هيمطر النهاردة. لا دول ناس وهنتحاسب عليهم لما نتكلم في اعراضهم او في حقوقهم او حتى نختبهم او حتى ننتقدهم بطريقة غير جيدة. كل ده غيبة ونميمة. انت بتطلع نفسك من درجات المؤمنين ليه؟ الذين هم عن اللغو معرضون. انت كده معرض ولا بتتوغل في اللغو ده وعمال تقول لا انا لازم يبقى ليا رأي، فلان عمل وفلان سوى، ودي كانت احلى فستان ودي كانت اوحش فستان. لو سمحت
خليك في نفسك، اهتم باللي يأثر على حياتك الزوجية أحسن. شوف بيتك ازاي تسعده، ازاي تخلي زوجتك علاقتك بيها احسن، ازاي تربي ولادك كما يرضي الله سبحانه وتعالى، ازاي تاخد كورسات او تنمي نفسك في مجالك او في دراستك او في شغلك او كده. اهتم باللي يفيدك. اوعى تضيع رمضان ده في اللغو. مش بس بتضيع وقت ثمين جدا ان انت تستغله في التقرب لله سبحانه وتعالى وتستغفر عن السنة واللي حصل فيها كلها، تستغفر عن عمرك كله وتقرب لله وتعمل طاعات، لا، انت بتبعد بالغيبة وبالنميمة وباللغو وحاجات كلها تيجي يوم القيامة كده. تخيل كده انك تفتح صحيفتك وقاعد مستني، هقول حسنة هنا، انا هقول اهو، انا هسبح دلوقتي، انا عمالة اتكلم في حاجات واكتب حاجات على الفيس وغيره، والفستان ده مش عارفة ازاي، والميك اب ده ايه، وده شتم مين، وده عمل ايه. ايوه انا مستني. بتلاقي الصفحة فاضية مفيهاش حسنات، وكل ده عمال يروح على السيئات. طب ليه؟ من كتر حسناتنا ده احنا عايزين نعتذر لله سبحانه وتعالى عن تقصيرنا في التقرب ليه، او في صلاة ضاعت منك، او في صلاة ما صليتهاش وانت مركز. احنا مش عايزين ان احنا كمان نزود. هو فين بس اللي احنا هنقابل بيه ربنا؟ ده احنا عايزين نزوده. ارجوك يا جماعة ركزوا ان دي حاجة مهمة جدا ذكرت في القرآن الكريم: والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. اوعى تضيع وقتك وعمرك وحياتك اللي لا يقدروا بتمن في انك تستغل في انك ترفع ناس فوق، او انك تعمل ترند لده، او انك كذا، وفي الاخر كل ده مش هيدخل ابدا في ميزان حسنات. حاول على الاقل رمضان ده ان انت تلتزم بده، وادعي ربنا انه يساعدك انك تبعد عن الكلام ده. لا هيفرق معاك فضايح المشاهير، ولا هيفرق معاك ده لابس ايه، ولا سافر فين، ولا ده عمل ايه. خلينا نركز في نفسنا ولا هنقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. تقبل مني رسالة اليوم. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، ده اللي على الخير كفاعله. عايزين البرنامج ده إن شاء الله يعم كده ويكون مفيد للناس. ابعتوا لكل أصحابك، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.